تعالوا بقى نعمل مع بعض المهلبية قمر الدين بطريقة جديدة هتعجبكم جدا. بس في الأول بقى ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. أنا هنا عندي 4 كوبايات مية ولفة قمر الدين وحوالي 3 جزرات والسكر طبعا حسب الرغبة. هغليهم كويس وبعد كده هضربهم بالهاند بلندر. وهضيف لهم طبعا النشا وهركنهم. طبعا مهلبية اللبن بتاعي انا حطيت لها النشا والسكر ولبن بودرة والفانيليا، وهقعد اقلب فيها طبعا برضو لغاية ما تتقل. بعد كده هضيف انا حطيت مهلبية اللبن من تحت في الكاسات او في البولات بتاعتي، وهسيبها لغاية ما تبرد خالص. وبعد كده هضيف لها مهلبية قمر الدين. انا بنزل بيها على ظهر المعلقة عشان ما بوظش الشكل بتاعي. بصوا كده شكلها لوحده كان حكاية. بعد كده هزينها طبعا بجوز الهند والزبيب والسوداني، طبعا ده حسب رغبتك. وفي الاخر انا اوريكم ان انا كان عندي بولات بتاعت ايس كريم احتفظت بيها بالغطا بتاعها عشان احط فيها المهلبيه، وعجبتني جدا. فحبيت ان انكم يعني تستفادوا بالفكره دي وتطبقوها زيي. هتبقى مفيده في التلاجة، مش هتكرف طبعا